السلام عليكم. واضح ان احمد السقا كانش عايز ينهي سنة 2025 غير بترند جديد بعد الترندين اللي عملهم. ترند بتاع الحادثة الانجليزي الفاشلة اللي عملها عن محمد صلاح، وبعديها لما طلع قال انا شبه خالد بن الوليد فيزيائيا او جسمانيا. طلع بقى علينا كمان بترند جديد من يومين بيتكلم عن الفنان الراحل سلمان عيد، وبيقول انا الراجل ده اتربيت معاه وعاش في بيتنا كتير وعاش معانا وانا اضمن له الجنة وعلى مسؤوليتي الشخصية. وانا بصراحة مش عارف احمد السقا ماله الايام دي، كل شوية طالع بترند جديد من ساعة ما انفصل عن زوجته. كل يوم بقى يطلع يقول كلمتين ويثير الجدل ويثير مش عارفة ايه، وكل يوم يطلع يتألى على الناس ويطلع يتعالى ويطلع يعمل ان هو اللي فاهم وهو الوحيد اللي عنده السر. محدش فينا فنان اصلا يعرف هل هو هيخش الجنة ولا مش هيخش الجنة. كلنا بنتمنى وبندعي ربنا ان ده يحصل معانا. سيدنا عمر بن الخطاب قال لو الناس او لو نادى منادي ان كل الناس تخش الجنة ما عدا واحد كنت هظن ان هو انا. النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة كانت بتصحى تلاقيه بيقيم الليل، فبتقول له انت ربنا غفر ليك ذنوبك كلها، فبيقول لها افلا اكون عبدا شكورا. واما الصحابه سالوه عن ان محدش هيخش الجنه غير برحمه ربنا، قالوا له حتى انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فكلنا يا فنان مستنين رحمه ربنا، وكلنا يا فنان بنحاول نتوب لربنا، وكلنا يا فنان ما نعرفش احنا مصيرنا ايه، ولكن بنظن بربنا خير وبنقول ان شاء الله ربنا يغفر ذنوبنا وما يكتبناش من اهل النار. انما ما ينفعش يا فنان ان احنا نطلع نقول فلان في الجنة او فلان في النار. وقبل ما حد يا جماعة يحاول ينتقد او يقول ان انا بقول كلام فارغ، الفيديو قدامكم والكلام متقال على الفنان او بلسان الفنان صوت وصورة. شاطر. انا مش هتنزل في سليمان عيد؟ قلت له مش هدفن نفسي. هدفن نفسي ازاي؟ الله يرحمه ويحسن اليه. وده يعني سليمان ده نموذج اللي هو مش هيتحاسب، ده داخل الجنه على مسؤوليتي الشخصيه. انا اصلا انا عشت معاه اكتر من اهله، هو كمان وهو عاش في بيتي اكتر ما عاش. طبعا زي ما شفت هو بيتكلم ازاي، وبيتكلم ما شاء الله بثقة وكأن الراجل عنده العلم وكأن الراجل عنده السر. لكن زي ما انا قلت ووضحت مفيش حد عنده لا السر ولا حد عنده العلم. كلنا بنتمنى وكلنا بنعمل ذنوب وبنتمنى ان ربنا يغفر لأهلينا، كلنا بنستغفر ربنا عشان ما نتكتبش من اهل النار، لكن محدش فينا يعرف هو رايح على فين. فما ينفعش ان احنا نتألى على ربنا او نعلي على ربنا والعياذ بالله ونقول ده فلان في الجنة وفلان في النار. خصوصا انا مش عايز طبعا بقى اقول فلان في الجنة ولا فلان في النار، او بصراحة مش عايز اخش في الموضوع ديني عشان الناس في ناس بتتحسس او في ناس عندها حساسية تقول لك انت ازاي بتتكلم كده وانت عارف ده رايح فين وانت عارف ده مش عارفه وبعدين نلاقي وجع قلب ونلاقي قلق. فاحنا بس عايزين نختصر الكلام في كلمتين بس، ان مفيش حد عنده العلم الالهي، مفيش حد عنده علم الغيب، مفيش حد يعرف مين في الجنة ومين في النار غير النبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي عارف ان في 10 او بشر بيهم تحديدا، غير كده محدش فينا يعرف هو رايح فين. فعايزين لما نيجي نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى يا ريت نتكلم باحترام شوية، يا ريت ما نتقلاش على ربنا، يا ريت ما نتفضلش على فلان اللي هو رايح فين جنة او نار، لان كلنا في النهاية زي ما قلنا ما نعرفش احنا رايحين فين الا برحمة ربنا سبحانه وتعالى. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، كنت حابب ابين المشكلة او الغلطة اللي غلط فيها الفنان احمد السقا. فلو عجبك الفيديو ما تنساش المتابعة والكومنت والشير، واشوفكم على خير